السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا هنعمل شوية خلطة تحفة تحفة تحفة. صلوا على الحبيب المصطفى محمد، يلا سموا الله. معانا بصلة أو بصلتين مفرومين بالطريقة ديت ومادة دهنية على البوتاجاز في حلة زي ما انتوا شايفين كده، وهنتبلها شوية مع الفلفل الأسود والملح. يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يا مكان، كان زمان، كنا زمان بنحب نقعد جنب أمهاتنا كده وبتعمل الحاجات دي. الله 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 على الجمال كده، كان يبقوا متحوطيننا كده ولا احنا محوطينهم. بسم الله ما شاء الله، كانت أيام جميلة أوي. ده اللي كان يا مكان، كان زمان. تبلنا البصلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، شوية غسلت شوية رز بالطريقة دي ومصفياهم، هنحطهم ونقلبهم شوية يتشوحوا مع البصلة. مية سخنة مغلية، هنحط شوية مية نغطي الرز يدوب كده. طبعا احنا حطينا ملح وندوق الحدق بتاعنا نخليه يعني مظبوط. الملح بتاعنا نظبطه. معايا بطة كده زي ما انتوا شايفين، بطة بطة دي اللي بنقول لها يا بطة. غسلناها كويس وخليت الجلد من اللحم بتاع الصدر ومسكتها من جوه نشفتها. طبعا احنا عارفين بنغسل بط ازاي او الطيور بالمحلول ازاي، بننضفها كويس عشان ميبقاش فيها ريحة زفارة. حطيت شوية فلفل اسود بملح تحت الجلد، ونشفت قلب البطة كويس بمناديل مطبخ. عندك فوط نضيفة بتاعة مطبخ، أي حاجة زي ما انت حابة. الرز أنا سويته 3/4 سوا بس. طبعا احنا ظابطين الملح بتاعه والفلفل. هنبدأ نملى البطة من جوه بالشكل ده كده، هنحشيها تحت الجلد وفي القلب. صراحة تحفة. دي اللي هاكلك منين يا بطة بقى، هاكلها ان شاء الله. مليتها رز، ومن الرقبة بتاعتها كمان مليتها رز وقفلتها بالإبرة أو بخلة السنان البتاع ده، بالخلة زي ما انت عاوزة تعمليها، جميلة قوي زي ما انت حابة. حطيتها طبعا في شوربة، حطيت شوية مع النار غلي، وحطيت بصل فيهم، ورق لوري، حبهان مستكة، اللي انت عاوزة تحطيه، بصل، طماطم. شوربة بقى ملهاش حل بصراحة. انا كنت محتاجة اعملها في شوربة عشان عاوزة الشوربة هعمل بيها وصفة تانية. ما احنا بنستغل كل حاجة، ما احنا استغلاليين. نستغل الشوربة ونستغل البطاية وكل حاجة فيها نستغلها وهناكلها ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين حطيتها في الشوربة، خدت نص سوا، استوت نص سوا كده. طبعا هتظبطنا الملح والفلفل بتاعها وتمام. طلعتها في كيس حراري، كملت سوا في الكيس الحراري في الفرن. عشان بصوا بسم الله ما شاء الله طلعت تحفة تحفة تحفة. الرز لوحده عملها، او دي كرومي بقى مش بطاية، دي كرومي. دي بقى اللي تستاهل تقولي لها اكلك منين يا بطة. ويلا ناكل البطة وبالهنا والشفا. جميلة جدا. دي الرقبة بعد ما حشناها بقت قد الحمامة كده، قد فردة الحمامة، جميلة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده كملت سوا في الكيس الحراري، تحفة. بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا. دي كانت عاملاها انا يوم الوقفة، كانت تحفة تحفة. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، يكون دمه خفيف. والسلام عليكم ورحمة الله.